وانت كنت مرتبط بشخص والشخص ده انت سبته او هو سابك وبقالكم فترة سايبين بعض، ولقيت نفسك بترجع بتضعف فجأة بدون سابق انذار، ده معناه ايه وازاي نتخطى موضوع الضعف المفاجئ؟ لما تضعف دي معناها احتمالين او سيناريوهين. اول حاجة انك افتكرت فجأة شيء من الميموريز او الذكريات اللي كانت بتجمعكم مع بعض، بالتالي حسيت ان انت مشتاق انك تعيش نفس التجربة تاني. وتاني سبب هو انك بتتعرض يوميا باستمرار لمجموعة من الضغوط النفسية. مش دي المشكلة، المشكلة ان الضغوط دي كنت متعود ان الشخص كان بيحاول يكون جنبك بيعوضك عن احساسك السلبي تجاه الضغوط دي. طيب بالنسبه لاول حاجه، لما تلاقي نفسك بتسترجع الذكريات اللي فاتت بينك وبينه، دايما فكر نفسك ان انت اتخطيته. في حاجه في اللحظه دي، في لحظه الضعف دي، بتاثر العاطفه. كل انسان في الدنيا عنده جانب عقلاني وجانب عاطفي. كونك مكمل وكونك مستمر في الموف اون، ده معناها ان الجانب العقلاني عندك هو اللي بيشتغل بسم الله ما شاء الله، وانت قلبك مسكر على العاطفه شويه. لما بترجع تفتكر وتحن، لما تفتكر الذكريات مره واحده، معناها ان الجانب العاطفي اللي عندك بدا يشتغل اكتر، فبالتالي عقلك سوف يفقد تركيزه وادراكه ان انت اصلا اتخطيت. فدايما رخم على عقلك، فكر نفسك ان انت اتخطيت. هتلاقي نفسك جزء من المشاعر اللي انت بتحسها تجاه الشخص ده اثناء ضعفك تجاهه بتطير، يعني 50% بيطيروا مره واحده. دايما فكر نفسك ان انت اتخطيته. بالنسبه للجزء الثاني، لما انت كنت متعود ان الشخص ده بيشبع لك احتياجاتك النفسيه والعاطفيه لما تكون انت متضايق ومخنوق، اعمل اشباع بديل. دور على الناس الكويسه اللي حواليك، من صحابك، دايره معارفك، قرايبك، من الشغل، اي حد. ما تعتمدش عليه اعتماد كلي، بس على الاقل لازم تحسس نفسك ان انت لو بقيت متضايق على الاقل في حد هيسمعك، على الاقل في حد هيقدر يديك نصيحه ويقف جنبك. لو عملت كده صدقني هتلاقي انت ما بقتش عندك الحاجه انك تحن للشخص ده تاني، وانك خلاص اتخطيته بشكل كامل، انك اشبعت احتياجاتك النفسيه والعاطفيه تجاهه، وفي نفس الوقت فكرت نفسك طول الوقت ان انت اتخطيت، وان الفتره اللي فاتت دي كلها ما ضاعتش على الفاضي. مش هيجي في يوم وليله تلاقي نفسك عايز ترجع تاني. وربنا يا رب يكتب لكم الاحسن.